everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناه ميس انجليزي. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ميعادنا النهارده ان شاء الله مع كونكت 3 تالتة ابتدائي وشرح جرامر يونت 8 وهي الوحده الثانيه منهج الترم الثاني. لو حابب ان مفيش حاجه تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير. نبدا بسم الله. يونت 8. قبل ما نبدأ الجرامر بتاعه هنقرا بعض الكلمات عشان دي هنستخدمها في شرح الجرامر. اليونت بيتكلم عن seasons. ريبيت افتر مي، احفظ معايا seasons 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 يعني فصول السنة. بحفظها ازاي؟ بكتب سي اللي هي بحر وصن معناها ابن وحط اس بلورال. سي بحر اس اي اي، صن دي معناها ابن وحط بعد كده اس بلورال اس الجمع. يبقى فصول السنة يعني seasons، فصول السنة يعني seasons seasons seasons. خد بالك انا هديك ترتيب الصحيح لفصول السنة تحفظها زي ما هي. هتقول ايه؟ winter spring summer fall، winter spring summer fall، winter spring summer fall. winter spring summer fall. winter يعني شتاء، spring ربيع، صيف، summer خريف، fall. winter spring summer fall. winter شتاء، spring ربيع، صيف اللي هو السمر والخريف اللي هو fall. winter spring summer fall. طول ما انت قاعد يا سنة تالتة كررهم كده. winter spring summer fall، winter spring summer fall. دول اسمهم ايه؟ دول اسمهم فصول السنة يعني seasons. فصول السنة يعني seasons. وهناخد كمان weather. weather يعني حالة الطقس. weather يعني حالة الطقس. احفظها معايا weather weather weather. حالة الطقس يعني weather. طبعا كل فصل من فصول السنة ليه حالة طقس معينة. ايه حالة الطقس اللي عندي؟ مشمس يعني sunny sunny sunny. بنكتب sun sun وحط لها ny sunny sunny. حار hot، حر يعني hot، حر يعني hot hot hot. ممطر rainy 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 rainy. ممطر rainy rainy. بارد cold cold cold. بارد يعني cold. sunny hot rainy cold. sunny hot rainy cold. هنتكلم عن حالات الطقس في أزمنة مختلفة. هنتكلم عن حالات الطقس في زمن البريزنت المضارع، وزمن الباست الماضي، وزمن الفيوتشر اللي هو المستقبل. هنعمل عليهم جمل. هنبدأ الأول بزمن البريزنت المضارع. لو أنا عايزة أتكلم عن حالة الطقس في زمن المضارع يبقى أنا هبدأ الجملة بتاعتي بكلمة اسمها today. today يعني اليوم. today يعني اليوم، دي بتدل على زمن المضارع. هقول today it's، today it's، today it's وحط حالة من حالات الطقس بقى اللي هي hot حار rainy ممطر cold بارد sunny. أي حالة من حالات الطقس. المهم لما تيجي تتكلم عن حالة من حالات الطقس في زمن المضارع نستخدم كلمة today في أول الجملة. يعني today يعني اليوم أو النهاردة. لازم استخدم معاها it ومعاها is. يعني it طبعا كلنا عارفينها، هو أو هي لغير العاقل، يقصد بيها الطقس اللي هو weather. بس هو مش كل شويه يقعد يقول لك today the weather is، لا، بدل ما يقول the weather اللي هو الطقس لا بيستخدم it يعني لغير العاقل. يبقى today اليوم it is يعني الطقس او الجو ماله it's hot او it's rainy او it's cold او it's sunny. يبقى today اليوم بتدل على زمن المضارع، هستخدم معاها it is ونحط حالة من حالات الطقس. طب لو انا عايزه استخدم حالات الطقس في زمن الباست في زمن الماضي يبقى هستخدم كلمه yesterday. yesterday احفظها معايا، امس يعني او امبارح يعني yesterday. امس امبارح كان الجو عامل ازاي؟ it ايه؟ it was.
طالما أنا بستخدم أمس اللي هي yesterday يبقى الفعل معايا هيبقى was. it was يعني إنه كان. it was إنه كان. yesterday أمس it was إنه كان. هو مين ده اللي إنه كان؟ اللي هو الويذر. بس أنا ما بكتبش كل شوية كلمة ويذر، بستخدم الضمير بتاعها اللي هو it. الطقس ده حاجة غير عاقل، بقول بداله it. يبقى today هستخدم معها it ومعها is. yesterday أمس بستخدم معها it was إنه كان، وحط حالة من حالات الطقس. cold بارد sunny مشمس hot حار rainy ممطر. طب لو هتكلم عن حالة من حالات الطقس in the future في المستقبل يبقى هنستخدم كلمة اسمها tomorrow. tomorrow يعني غدا، بكرة، بكرة أو غدا يعني tomorrow. tomorrow tomorrow it will be. it يعني الطقس يقصد بيها الويذر، بس زي ما قلت مش كل شوية هيكرر كلمة ويذر، هيحط بدل كلمة ويذر it. tomorrow it will be. will be يعني سوف يكون، سيكون، وتحط حالة الطقس. يبقى باختصار كده لو انت كتبت it لازم نحط، لو كتبت today اليوم لازم استخدم فعل اسمه is. today معاها is. yesterday أمس بستخدم معاها الفعل اسمه was كان. tomorrow غدا بستخدم فعل اسمه will be سوف يكون أو سيكون. وإت دي عايدة على الطقس، وتحط في الآخر الجملة حالة من حالات الطقس. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو شرح جرامر يونت 8 الوحده الثامنه ابطال ثالثه ابتدائي ومنهج كونكت، اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. باقي الجرامر وهو بيتكلم الاول عن months of the year. يعني ايه months of the year؟ يعني شهور السنه. months of the year يعني شهور السنه. ايه شهور السنه اللي عندي؟ جانيوري يناير، فبراير فبراير، مارش مارس، ابريل مايو ماي، جون يونيو، جولاي يوليو، اوغست اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. ولاحظ ان اخر 4 شهور نطق العربي يشبه نطق الانجليش شويه. يبقى جانيوري، فبراير، مارش، ابريل، ماي، جون، جولاي، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. مالهم دول month of the year. هيجي عليهم سؤال مهم جدا وهو السؤال اهو. السؤال بيقول لك what's your favorite month؟ يعني ما شهرك المفضل. what is your favorite month؟ what's your favorite month؟ what's your favorite month؟ يعني ما شهرك المفضل. what's your favorite month؟ what's your favorite month؟ يعني ما شهرك المفضل. what's your favorite month؟ what's your favorite month؟ ما شهرك المفضل. تجاوب تقول ايه؟ my favorite month is، وحط اي شهر من شهورك المفضله. ممكن نقول ماي على سبيل المثال. يبقى انا عملت الاجابه دي ازاي؟ طبعا واتس دي كلها بتشتب عليها اليور بحولها الى ماي، فيفورت تنزل، مانث تنزل، وبعد كده ايزي الصغننه دي تنزل هنا وتحط شهرك المفضل. يبقى واتس يور فيفورت مانث؟ ما شهرك المفضل. ماي فيفورت مانث از ماي. وخد بالك ان كلمه فيفورت ممكن اكتبها بالاو يو او اكتبها او بس، الاثنين صح. يبقى واتس يور فيفورت مانث؟ ما شهرك المفضل. ماي فيفورت مانث از ماي، يعني شهر المفضل هو مايو. هقول تاني الإجابة جت ازاي. ان واتس دي ما بتنزلش في الإجابة، دي آية استفهام. يو بتنزل، ماي فيفورت بتنزل اهي، مانث بتنزل اهي، وادي ايزي الصغيرة دي لازم انزلها زي ما هي واحط شهري المفضل. هناخد كمان اهم الجمل في يونت 8 الوحدة الثامنة وهو عن السيزونز اللي هي فصول السنة. الجمل بتقول ايه؟ I like. الجمل كلها بادئه ب I like. طبعا كلنا عارفين يا سنه ثالثه يعني I like يعني انا احب. I like يعني انا احب the spring الربيع. I like the spring انا احب الربيع. because يعني لان او بسبب. because ايه؟ it's sunny لانه مشمس. تاني I like the spring انا احب الربيع because it's sunny لانه مشمس. خد بالك الجمل دي لازم تبقى فهم الأول وبعد كده حفظ لأن بيجي عليها أسئلة كتير. الجملة الثانية I like the fall.
I like the fall. أنا أحب الخريف. Because يعني because خد بالك متكررة معايا. because يعني لأن. because يعني لأن أو بسبب. because it isn't too hot. أحب الخريف لأنه ليس حار جدا. طيب الجملة اللي بعد كده I like the summer. I like the summer يعني أنا أحب فصل الصيف. because لأنه it's hot لأنه حار درجة حرارته عالية يعني. I like the winter. I like the winter يعني أنا بحب فصل الشتاء. because يعني لأن أو بسبب. it's cold لأنه بارد، فصل بارد. زي ما عودتكم قناة ميس إنجليزي إن بعد شرح الدرس بحل عليه براكتس صغير، وأنا شغلي الترم ده من كتاب الباهر. السؤال بيقول choose the correct word يعني اختار الكلمة الصحيحة. number 1 I like أنا أحب. I like the spring أنا بحب الربيع. because لأنه it's إيه الربيع بيبقى it's إيه rainy ممطر ولا sunny مشمس ولا cold بارد. طبعا spring اللي هو الربيع لسه واخدينها يعني sunny بيبقى مشمس. طب it's إيه in summer الطقس بيبقى إيه في الصيف. it's hot حار. it's cold يعني بارد ولا rainy ممطر. طبعا صيف summer يبقى it's hot حار. خد بالك هستخدم tomorrow يعني غدا ولا today اليوم ولا yesterday يعني أمس اللي هو امبارح. خد بالك من الجملة دي، خد بالك من الفعل بتاع الجملة. الفعل بيقول إيه؟ it will be cold. will be خدناها من الترم الأولاني ولسه شرحنا كمان النهاردة. will be بتدل على زمن الفيوتشر المستقبل يعني هستخدم tomorrow it will be cold غدا سيكون بارد. السؤال الرابع today اليوم it a hot. today خد بالك today دي أي زمن البريزنت المضارع. طالما أنا قلت today يبقى أنا هستخدم it is. قلت tomorrow اللي هي غدا يبقى هستخدم it will be. يبقى today it's أو it is. طيب هستخدم هنا tomorrow غدا. today اليوم. yesterday يعني أمس أو امبارح. it was rainy. was كان. was ده فعل في زمن الماضي. was كان يبقى أنا هستخدم إيه؟ tomorrow غدا. today اليوم. yesterday طبعا في was يبقى أنا هستخدم yesterday يعني أمس أو امبارح. ده سؤال كمان عن scramble يعني هنرتب. عندي the winter اللي هو الشتاء ولايك أحب وI يبقى I like the winter. I يعني أنا like أحب the winter يعني أنا أحب فصل الشتاء. السؤال اللي بعد كده it بيجي معاها is. it's أو it is it's إيه؟ it's hot حار. الجو بيبقى حار أو الطقس بيبقى حار in summer في الصيف.